ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد وفي فيديو جديد كالعادة. هذه المرة فيديو جديد مختلف على جميع الفيديوهات السابقين اللي درنا. مختلف لأن هذا واحد الشكل جديد، موضوع جديد، وموضوع فيه معاناة، فيه عذاب، فيه شقاء، وغادي تكتشفوا الكثير في هذه الحلقة هذه. معنا واحد البطل، واحد المجاهد مغربي عاش في الحرب ديال الصحراء المغربية، عانى وتكرفص لا قبل ولا من بعد، لا في الحرب ولا من بعد الاعتقال. دوز 24 سنة معتقل عند البليزاريو. غنخليكم تكتشفوا معنا البطل ديالنا، معنا المجاهد السي عبد القادر. السي عبد القادر، عاودنا كيفاش جات الظروف ديالك حتى مشيتي للصحراء المغربية. ايوا الجندي يعني هذا هو المصير ديال الجندي. انا هو الدومي عبد القادر، وكاجي في 81 ودخلت للصحراء المغربيه كندافع على الوطن والشعب وبلاد. ودارت الظروف وتشديت الاسر عند بوليزاريو. واش هما فعلا بوليزاريو اولا جزائريين؟ مخلطين غير الوقت اللي تاثرت يعني ما كيسالونيش البوليزاريو، ما كنعرفش البوليزاريو. الى الجزائريين كيهضروا بالدارجه يعني تقريبا بحالنا، والاخرين كيهضروا بالحسانيه. ومن بعد حنا عرفنا اللهجات ديال البوليزاريو، فرق بين اللهجه البوليزاريو واللهجات الجزائريه. ومن بعد تاثرت اخويا، يعني داروا بحال الباندا على عيني والكتاف يديا وداوني فواحد نضرب المطارده. كنتي بوحدك ولا معاك شي وحدين؟ لا كاين صحابي اخرين، ولكن حنا تفرقنا من ما بقاتش الكوماندمون خدامه ولا شي هذا، تفرقنا. كل واحد كيولي كيدافع على راسو بوحدو ديك الساعه. وانا شخصيا ما كان عندي لا سلاح لا ذخيره لا والو. انا كنت باقي من اللي جون، يعني السلاح ما تعطانيش. ومن بعد اللي حبس بيا الحديد اللي غادي بيا، يعني الوقت اللي حبس حيدوا عني الشبكه وقالوا لي قض. يعني انا ديك الساعه ما بقيت كنعرف انا الهضره ديالهم. اللهجه الحسانيه. اللهجه الحسنيه. من نزلت سيدي كنصيب انا غير الناس بويا الزعار، ما كاين لا كحال ولا حتى شي حاجه، غير الزعار. بداو كيسالوني، يعني قلت انا كيفاش هذا مغاربه وكيسالوني كيفاش تاثرت، اذا هذا من الجزائريين ماشي مغاربه. الهضره ديالهم بحال ديالنا، نفس الكلام، نفس اللهجه، نفس اللهجه. ايوا هي من سالوني ولا الشيء هذا وعطيتهم الجواب، قالوا لي الاسلحه اللي كانت عندكم والذخيره ولا الشيء هذا. قلت لهم انا ما نعرفش الاسلحه وما نعرفش الذخيره، باقي جديد، باقي يعني جون، باقي بحال عندي شي 10 شهور ديال السيرفيس، يعني مازال ما نعرفش الاسلحه كامله. كنعرف يعني الكالاش والفال مصروسيس، هادشي اللي كنت كنعرف، لان حنا ما دوزناش على الاسلحه المتطوره. يعني كنتو يلاه في البدايه ديالكم مازال في التدريب، باقي في التدريب، باقي عزال، ما عندكم لا سلاح لا والو. من بعد يعني سالوني، تكرفسوا عليا، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا النهار الاول، هذا النهار الاول. الشيء باش نوصف لك ديك المعاناه اللي عانيت منها ديك اللحظه هذيك ما نقدرش نوصفها لك. العدو هو عدو، ما كيشفع ما كيرحم. كما بغى يعذبك، كما بغى ينتقم منك ينتقم منك باي طريقه، حتى من حد الجسم ديالك، حتى من حد الكرامه ديالك والشخصيه ديالك. ومن بعد سيدي مشينا داونا واحد الحفره، كنصيب يعني تقريبا 50 ولا 60 واحد من الاسرى المغاربه مشدودين ودايرهم في ذيك الحفره. خندق، حفره وصفنا هذه الحفره بحال اش دايره؟ حفره مثل الشمبره مبنيه في الارض الداخل. هي هو اللي تحت الشكل ديالها بيسين؟ لا، الشكل ديال الشمبره مبنيه فيها 4 متر العرض و5 متر ديال العلو ديال الفندق، والطول ديالها يكون تقريبا 40 50 متر. يعني كيجيو واش يرميكم فيها، يهبطوكم فيها كيفاش؟ كاين يحونا فيها، كاين اللي كينقز ويهود فيها، كاين اللي كيهود في السلوم.
وهذاك دوزنا واحد المرحله واحد 3 شهور يعني 3 شهور في الحفره. الحفره. والماكله كيفاش؟ الماكله كانوا يعطيونا التشطيبات ديال المواقز والهريات، الشياطه. الشيء اللي كتحمل من السطوكاجات ديال الخناشي ديال الروز وديال العدس وديال اللوبيا، كانوا كيشطبوه من الارض ويجيبوه ويطيبوه لينا في الكاميله ديال 100 لتر، والماكله على 24 ساعه، ومني كنجيو ناكلو كنديرو الصف. وجبه وحده في 24 ساعه؟ وجبه وحده؟ وجبه وحده. هذه 3 شهور الاولى، المعاناه الاولى يعني ما لا يرتى بها باش نعاود ديك المشكل. هادشي خطير هادشي. من بعد كيحركوا ديك العدس ولا الروز ولا ديك اللوبيا وكيفرقوها لنا في البراوط، يعني ما حسبنا مثل الحيوان ماشي البشر. حنا ما كنعرفوا اللي كيشربوا في البراوط ولا في المدود الى الحيوان. انتما ما مصدقينش بنادم بحالكم بحالهم كيتعاملوا معكم بهذا الاسلوب هذا؟ لا والو. يعني الانسانيه ما كايناش. ما كايناش الانسانيه كاع. واش هذا حقد كامل على المغرب؟ كيفاش هذا؟ ما نعرف واش حد ولا انتقام ولا شنو هو المصير ديك المشكل اللي كيديروا لينا. هادو اللي كانوا كيديروا معكم هذا التعذيب هذا، واش دابا قلتي بانه كاين بوليزاريو وكاين داك المرتزقه، كاين الجزائر وكاين المرتزقه. المرتزقه كاين اللي كيامروا هما الجزائريين، واللي كينفذ الامر هما البوليزاريو. يعني الاوامر ديال بوليزاريو والتنفيذ ديال الاوامر ديال الجزائر والتنفيذ ديال بوليزاريو. تماما. هاكا يا سيدي ديك الساعه دوزنا ديك المده ديال 3 شهور في واحد البلاصه كيقولها الروبوني. الرابوني يعني قريب ليطا ماجور ديال اللي كيقولوا هما ديال البوليزاريو. وما كاين لا ليطا ماجور ولا شي. الناس دايرينها القصدير والطول، والقصدير متقلين عليه من الخناشي ديال الرمله باش ما يدهنهمش الريح. يعني ما عندهم لا اساس ولا اصل. مرتزقه يعني الاسم جمعهم هو هذا. من بعد ولاو ديك الساعه خرجونا من ديك الحفاري كنمشيو للعمل، اعمال الشقه. اعمال الشقه فيها البريك، فيها الميكانيك، فيها الجراضي، كل واحد فاش كيديوه يخدم. خدم والهراوه فيك، كاين الليل كاين النهار. يعني كنجيو الساعه ولا ساعتين، 12 د الليل 3 د الليل كضرب الصفاره يخرجونا من الكاميونات. ما عطاكم لا اوسيمه لا شواهد؟ ما كاين لا اوسيمه ولا قراض ولا يعني ليله واحده قلت لك ما ردوها لنا من ديك المعاناه. يعني كيفاش هذا البطل هذا الاسير هذا كيفاش باش ينسى المعاناه الماضيه عند العدو البوليزاريو. والشيء اللي بقى فينا بزاف هو المشكل يعني تحركوا حنا ما كاين لا اعتبار ولا حتى شي حاجه. يعني جيت يعني دخلت دوزيام كلاس درت 24 سنه والزياده خرجت دوزيام كلاس. يعني كل شيء تحسب بحال ما خدام بحال ما والو. لا مساواة لا تعويضات. واش كلكم ولا كاين اللي استفاد ولا كاين؟ لا ما كاينش بحال يعني كانوا تما جنود وكاين حتى الضباط. كاين ضباط كاين جنود حتى الضباط يعني ما استفدوش. ما استفدوش حتى هما. والشيء الواحد اللي بقى فينا هي يعني ما اعترفوش هذا. والتجأتوا نتوما للحكومه المسؤولين؟ مشينا للحكومه لان كنا شفنا شي ايامات مشيتوا للبرلمان ودرتوا كطالبوا بالحقوق ديالكم وكان شي حاجه اللي خايبه بزاف داكشي اللي وقع. ضربنا 3 شهور وحنا حدا البرلمان، وضربنا 9 شهور وحنا في حدا البرلمان، وصمنا رمضان تما وعيدنا العيد الصغير والعيد الكبير 11 شهر وحنايا معتصمين تما، ولا حتى شي واحد ما سول فينا وما عطاكم لا وعود لا والو. مشينا لحقوق الانسان ومشينا لجميع المؤسسات اللي كتهتم بالاسرى ولا شي حاجه، ولكن حتى شي واحد يعني ما اعتنى بنا ولا شي حاجه. ودابا شنو هي المطالب ديالكم اللي قلتوا انتم؟ المطالب ديالنا هي تعويضات وعرض بعين الاعتبار والمساواة.
يعني بغيتوا الحقوق ديالكم والتعويضات على السنوات الاحتجاج اللي دوزتوا. اي، لان كاين الاعداء اللي كانوا ضد الوطن وضد المملكه وضد البلاد، يعني قالوا اننا هو الوطن وافر رحيم، ورجعوا هذوك كلهم تعوضوا عايشين يعني. يعني هذوك ماشي الضباط، هذوك اللي كانوا شادينكم نتوما، هذوك اللي كانوا شادين، اللي عذبوكم واعتقلوكم. انا شخصيا انا كانوا طاو عليا هنا صامي على ركبه عنقي، يعني طبقت الدم. وكاين بعض الاخوان اصدقاء جنود ماتوا، كانوا يديرهم في السنادة حيين، كاين اللي كتفوهم والحراره لحقت الماء 55 درجه، وكتفوهم وحطوهم في الارض وقلبوا عليهم برميل ديال 200 لتر. هادشي خطير. يعني دوزوا تقريبا شي 12 ساعه الوقت اللي قلبوا البرميل، حيدوا البرميل صابوا البنادم دايم، ما بقاش الاثار ديالو كاع. لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا باقيين كنعانيو وكنطلبوا. هادشي ما يتخيلوش الانسان بان بنادم بحالو يدير فيه واخا يكون ما عرف شنو.